بين أفراد عائلة هاجر، تلك الفتاة التي أصبحت حديث الناس ومضرب أمثالهم، كيف لا وهي من توجت بالمركز الأول في القسم العلمي على مستوى الدولة. قالت العرب قديما: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ظروف قاهرة مرت بها هاجر، ولكنها تمكنت من هزيمتها. ظروف المرض كانت قاهرة، يعني أنا ووالدها وأخواتها صغار ومسؤولية، وهي كانت كبر هالشي، وكانت حنونة وعطوفة، وكانت يعني تدور إنه ترحم أبوها وأمها وأخوانها. يعني أنا أشوف الرحمة بعيونها. كنت أتحمل، لأنه يعني إذا بدهم إشي باخذوهم بعيوني، إذا محتاجين كاسة مي شغل أو أشيل عنهم مثلا إخواني الصغار لأنهم بيتعبوا، بشيل عنهم كل إشي. يعني بصراحة كان في صعوبة بين إني أوازن بين الدراسة أحيانا ما بلاقي وقت. أبت هاجر أن تقف مكتوفة اليدين أمام مرض والديها، فأمها تعاني من السرطان ووالدها أصيب بجلطة دماغية. بيت صغير ومسؤولية إخوتها على عاتقها، فكان العلم سبيلها. أنا قرأت كثير عن هذا المرض والنوعه، وعرفت إنه في ناس بتموت من العلاج نفسه من الكيماوي قبل ما تموت من السرطان. فأنا اللي فكرت فيه إنه أدور على علاجات أقل تأثير من الكيماوي بحيث إنه ما تأذي الجسم. ورب العالمين مثل ما خلق هذا المرض أكيد خلق له علاج. فكرت إنه في نباتات طبيعية مثلا أو أزهار أو أعشاب ممكن تكون لها تأثير يعني بيعالج هذا النوع من الأمراض. بس عرفت طبيعة مرضي، كانت تبحث عن حلول، عن أدوية، عن طريقة غذاء معين. يعني فكان جل اهتمامها بأنواع الأدوية وشو مراحل العلاج. فرحة هاجر وذويها اكتملت بمنحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تحقق حلم هاجر بأن تصبح طبيبة من خلال دراستها الطب في جامعة الإمارات. وبشرى الخير التي زفت إليها من أم الإمارات، أم الإنسانية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تكفلت بعلاج والدي هاجر. اتصل فيني الدكتور علي النعامي ومعالي الوزير حسين الحمادي وبشروني بالقبول. وصلتني رسالة كمان على تليفون ماما. يعني كانت فرحة كبيرة جدا، يعني بكيت من الفرحة، وماما سجدت شكر وكثير انبسطنا. يعني الحمد لله. غلبت العبرة أم هاجر عندما ذكرت موقف القيادة الإماراتية، وحملتني أمانة الشكر والعرفان، واكتفت قائلة: فداك أبنائي يا أبا خالد ولهذا الوطن الطيب. كيف لي أن أصف فخري وتميز هاجر، فتاة عربية رغم مسؤوليتها بمعاناة والديها بالمرض ومسؤوليتها بتربية أخوتها، إلا أنها تفوقت على مستوى مدارس الدولة. مهر الجنبي لعلوم الدار من مدينة العين.